السلام عليكم شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ معاكم اخوكم محمود الهيدي. اولا وحشتوني. ثانيا، الساعه دلوقتي 7:30 الصبح، لسه حتى الشمس ما طلعتش. سبحان الله، يعني الوقت عندنا لسه متغير شويه. الفجر بيبدا مثلا حوالي الساعه 6:30 46 دقيقه، فالشمس ما تطلعش مثلا الا مثلا 8 الا ربع، حاجه زي كده يعني. لسه مخلص شغل، الحمد لله. خلاص الساعه 7، دخلت استحميت ميه سخنه عشان افوق. انا بالنسبه لي الدش السخن بالنسبه لي عامل زي القهوه بالظبط، يعني هو ده اللي بيفوقني عشان اعرف اخش اتمرن يعني. بس حبيت اكد عليكم تاني، وبرضو اكد على نفسي. اللعبه دي ملهاش كتالوج، اللعبه دي ملهاش طريقه واحده بس. المجال دوت ليه مليون طريقه، ليه مليون صنف، كل واحد وليه الطريقه بتاعته. انت اشتغل على اللي بينفع معاك. انا واحد من الناس الحمد لله بحب اتمرن جدا، بس بداية التمرين بالنسبة لي ممكن تكون صعبة يعني. عشان اجي اتمرن بعد الشغل، ده برضو بالنسبة لي يعني يعتبر حاجز لازم اتخطاه. فلازم بستحمى بمية سخنة، بقعد في العربية شوية قبل ما اخش اتمرن، بكلم مع نفسي بحيث ان اعرف اخش اتمرن. بس مشكلتي لو روحت البيت على طول بعد الشغل، عارف ان انا مش هتمرن، هيبقى صعب بالنسبة لي، هكسل ومش هعرف. فده اللي بيمشي معايا انا. وساعات كتيرة جدا 90% باجي بتمرن من غير فطار. ده اللي بيمشي معايا انا شخصيا. ممكن الكلام ده ما يمشيش مع حد تاني، في ناس تانية بتحب تفطر الاول وبعد كده تستنى ساعة او ساعتين وتنزل تتمرن. في ناس ما بتعرفش تتمرن من غير فطار. فمش شرط تاخد معلومة ويبقى هو ده الشيء الاساسي. لو راجعنا كل الابطال وشفت كل الابطال سواء من زمان او دلوقتي، كل واحد فيهم ليه شغل مختلف خالص. زي ما ارنولد كان مثلا بيتكلم، بيقول لك انا كنت بتمرن الصبح وبالليل، 3 ساعات الصبح و3 ساعات بالليل، وبسم الله اكبر كان عامل جسم خرافي. وبرده كان في ابطال اياميها، ايام ارنولد نفسها، مش هقول لك بقى بعديها ولا قبليها، بيقول لك بس انت بتتمرن 45 دقيقه بس في اليوم مش اكتر، وبرده كانوا عاملين اجسام فظاع. فانت اختار اللي يمشي معاك وشوف اللي يناسبك انت، حياتك انت الشخصيه، ويناسب هدفك. الفكرة كلها الناس بتتفرج على الناس اللي على السوشيال ميديا وبتتابع ناس، وبتنسى اهم حاجة، ان انت بتتمرن عشان هدفك انت الشخصي. حط هدفك انت الشخصي قدامك واتمرن عليه، واسعى عليه وتوكل على الله. يلا، السلام عليكم يا شباب، اشوفكم على خير ان شاء الله.